بعد ما الدنيا كانت مولعة بين الأهلي واتحاد الكورة بسبب محمود وفا حكم ماتش سيراميكا وطرد وفد النادي الأهلي من اتحاد الكورة ومنعهم من سماع حديث غرفة الفار. تدخل بعض العقلاء عشان يحاولوا ينهوا المسألة دي وحطوا شوية شروط. الشرط الأول إن الأهلي يرجع تاني بالوفد بسيد عبد الحفيظ ويسمعوا الحديث اللي حصل في غرفة الفار بسبب ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش. تاني حاجة الأهلي طلب بعدم التجديد لأوسكار رويز ورحيله عن لجنة الحكام نهائي، وحطوا شرط تاني ترك الحرية للأهلي بسبب تضرره من مباراة القمة وفلوس الحكام، وعدم تحويل سيد عبد الحفيظ لجنة الانضباط وده بقرار من هنا بريدة، ويفتحوا باب النقاش والحوار مع الأهلي ومسؤولية اتحاد الكورة. ولو تأكد إن محمود وفا اعتدى على اللاعبين بالسب والقذف محدش فيهم هيتحول لجنة الانضباط ويتم تحويل محمود وفا لجنة الانضباط، والأهلي بيجهز شكوى عشان يقدمها لجنة الانضباط والفيفا ضد اتحاد الكورة بسبب مستحقات الحكام الأجانب واللي بيحصل في الكورة.